انت بتسافر مستواك اللغوي وحش، فبتبدا تتحط في مشاكل كتير. يعني اصلا انت في مشاكل كتير غير اللغه لما بتيجي بلد جديده، فدي مشكله كبيره. نعالجها ازاي؟ ناخد الماني بمرض الله، كورس زي ما كل الناس بتعمل لحد البي 2 غير التحضير. يعني لو انت دلوقتي عايز مستوى بي 2 فانت محتاج سنه، محتاج 3 شهور 3 شهور 3 شهور 3 شهور لحد بي 2، وبعد كده تحضر الامتحان في 3 شهور تاني وانت وشطارتك. هتقدر تعملها في وقت اقل من كده اعملها، بس المهم ان انت تكون فعلا يعني درست. ما ينفعش ان انت تاخد مستوى ما درستوش. تمام. دي نقطة اللغة. طيب هل هي اللغة كل حاجة؟ يعني لا، في ناس بتسافر لغتها حلوة. في ناس في مصر بتسافر لغتها حلوة، وممكن تكون لغتها احسن مني وانا في المانيا دلوقتي. بس هي المشكلة مش اللغة بس. انت دلوقتي راح تتعامل مع بني ادمين، فريق طبي، من اول شخص لاخر شخص. الناس دي لازم تتعامل معاها. انا ما ينفعش اشتغل معاك وانت ما بتتكلمش معايا. ما ينفعش اشتغل معاك وانت مش طايقني. ما ينفعش اشتغل معاك وانت ما فيش اي تفاعل بينك وبيننا خالص. الحاجات دي بتفرق معاهم، اه طبعا بتفرق معاهم. انا مش عايز اقول لك انا يعني انا مكان انا ممكن اغيره دلوقتي بسبب ان التيم مش عاجبني، ان الفريق مش عاجبني. فدي حاجة مهمة. يعني انت ولد بنت لازم تتكلم معاهم. مش لازم تتكلموا تحبوا بعض، يعني لا، انت يعني تتفاعل. في مشكله، في حاجه، في بنتكلم النهارده هنعمل كذا. هم عايزين حد ينسجم في التيم، يعني عايز حد يبقى معاهم في التيم. فالحاجه دي مهمه، اه مهمه. الناس بقى اللي بتسقط في المعادله، عندنا مشاكل كتيره. مشاكل كتيره، احنا قلنا اولها اللغه. عندنا مشاكل تانية، في شخص مسؤول عنك هو اللي بيدربك وهو اللي هينجحك. الامتحان مش امتحان شفوي، يعني مش امتحان كتابه اقصد. يعني انت مش هتكتب اختار رقم واحد ولا اتنين ولا تلاتة وهيعلم لك وهتاخد صح. ده امتحان شفوي. يعني تخيل دلوقتي انا براكسس اللايتر، انا بمتحنك. فانا يعني انا باخد قرار انت تنجح ولا تسقط. لو انا مش طايقك انا ممكن اسقطك. هل ده ممكن يحصل؟ ممكن يحصل. دي نفوس بشريه، مش هتعرف في حاجات مش هتعرف تغيرها يعني. البني ادم في اي حته ممكن يعمل اي حاجه. البني ادم في اي مكان ممكن يعني يعمل ما لا تتخيله. فانت يعني خليك ذكي، حتى لو مش طايق الشخص اللي بيدربك اوعى تتخانق معاه. اوعى يكون في تاتش بينك وبينه. الشخص ده يعني حاجه مرعبه، ممكن والله العظيم يسقطك وانت مالكش ذنب. فحاول او حاولي بلاش يعني صراعات مع الشخص المسؤول على نجاحك. تمام. الشخص اللي هيمتحنك. دي نقطة تانية. النقطة التالتة بقى ودي اللي أنا عايز أتكلم فيها، وهي الميديا. الميديا عملت لنا مشاكل في الفترة الأخيرة. في ناس زمايلنا ممكن يكونوا غرضهم النصح، انا مش هتكلم في نيات حد. يقول لك المرتب انا باخد مرتب كذا، وحطوا ارقام. والله العظيم الارقام دي انا ما بشوفها خالص يعني. انت في المانيا الناس بتقبض على تاريف. تاريف يعني تعريفه. تعريفه يعني انا بقول لك الممرض قبل ما ياخد الاوركوندا بياخد المرتب ده. معاه خبره كذا بياخد المرتب ده. بعد الاوركوندا بياخد وليكن سين. بعد الاوركوندا بثلاث سنين سين زائد كذا. ب7 سنين سين زائد كذا. المهم ان المرتب بيعلى ويزيد على حسب الخبره وعلى حسب التاريف. التاريف ده مش على المصري بس ولا على التونسي ولا على المغربي التاريف ده على الناس كلها. يعني انا مرتبي زي مرتب الالماني. الكلام ده حقيقي، اه الكلام ده حقيقي. ودي حاجه عداله على فكره، دي حاجه المفروض تفرح بيها. اللي بيحصل ايه بقى؟ الناس دلوقتي شغاله راحه تعمل معادله في مستشفى. المستشفى شغال على تاريف. فبيشوف بوست على الفيس واحد كاتب لك عرض في كذا والمرتب بكذا. هو ما فيش حد مرتبه عالي في التمريض غير الامبولانتا فليجا والاينشتاينز. دول الوحيدين اللي المرتب بتاعهم عالي. والاثنين دول محتاجين اوركوندا. طب انت معكش الاوركوندا دلوقتي فانت مش هتشتغل فيهم. فمش يعني ما تحطش نفسك في الحاجه دي. وخلي بالك الالمان ما بيحبوش يشتغلوا اينشتاينز اللي هي فيها فلوس كتير. يعني دي الالمان انا لاحظت ما بيحبوش يشتغلوا الشغل ده. مش عايز اخش لك في تفاصيل كتير. بس انت دخلت نفسك في حاله من عدم الرضا. الحاله دي بتاثر على سلوكك، بتخليك اصلا انسان غير سوي وانت في الشغل. ممكن حد يكلمك في حاجه قد كده، حاجه قد يعني حاجه لا تذكر، تشوفها عنصريه، تشوفها انتوا مش عارف ايه. ده كتر خير ان انا شغال معاكم، مش للدرجات دي يعني. على فكره هو محتاجك. بس يعني زي ما انا محتاجك، ما انا عندي ناس كتير غيرك. يعني زي ما جبتك ممكن اجيب غيرك. احنا في مصر كنا بنقول مستشفى ما بتقعش على حد. يعني تخيل بقى في المانيا وهو جايب واحد من مصر. يعني مش هيعرف يجيب حد تاني من دوله تانيه. فخليك ذكي، خليك ذكي وكمل وسايس امورك. وانت يعني مش سايب بلدك واهلك، ولو عندك عيله هتكون سايبها.
عشان تيجي تتمرمط هنا. تمام. ما بقولكش يعني خليك يعني انسان ذليل، لا، اوعى تعمل كده. اوعى خد حقك، يعني بص بيدك واسنانك، بس ما تافورش في حقوق مش بتاعتك. المشكله انت ما بتبقاش عارف حقوقك ايه. يعني انت بس لو حد بيشتمك، يعني حد بيشتمك، انت طلع عينه وعين اللي جايبينه وفي وقتها وما تستناش. تمام، دي موضوع منهي بالنسبه لي. لكن ما بقاش حد بيكلمك في الشغل يقول لك الحاجه دي المفروض كنت تعملها كذا. ده نقد بناء، يعني ده حاجه في الشغل، حاجه انت مش متعود تعملها. المفروض انت لو لقاك بعد كده بتعملها كويس مش هيتكلم معاك، لكن لو انت لقاك دلوقتي بتعمل نفس الاخطاء فهيتضايق منك. الحاجه الثالثه بقى، اللي في ناس عايشه على احلام الماضي. انا كنت ماسك رئيس مش عارف ايه، وانا كنت في مصر كذا، ده انا كان بيقولوا لي يعني مش فاهم يعني. انا مال انا بالقصص دي؟ شاطر حريف، وريني شغلك، انزل ارض الملعب ورينا كده انت بتعمل ايه. فالحتت دي برضو بتاثر على الناس. ده غير ان انت لو شاطر قوي، المهاره جزء من تقييمك. المهاره جزء واحد فقط من تقييمك. التزامك ده حاجه من تقييمك، التزامك ده جزء من تقييمك. علاقتك مع زمايلك ده جزء من تقييمك. منظرك نفسه جزء من تقييمك. تعاملك مع المرضى. مش شطاره بس، يعني هو مش شطاره بس، يعني انا ممكن اعمل كل حاجه، بس كل حاجه دي محصوره في حاجه واحده تحت مسمى مهاره. المهاره دي انت مش محتاجها أوي اصلا هنا في المانيا، عشان في حاجات كتير ما بتبقاش اصلا من مهامك. فركزوا بالله عليكم، وبلاش يعني البنات برضو بتأفور في موضوع العنصريه. انا عارف ان ممكن يكون في مكان فيه عنصريه، ده وارد، انت اصلا في الخليج في عنصريه، في مصر في عنصريه، في اي مكان في الدنيا في عنصريه. ليه بتكبروا الموضوع يعني؟ اتعامل مع الموقف. انا عايز اقول لك هنا في المانيا لو عرفت تثبت العنصريه دي بتاخد حقك، في اماكن تانية ما بتاخدش حقك. فالحاجات دي كلها بتدخلكم في دوامه ملهاش اي 30 لازمه. والناس بتتاثر بالميديا، وكله شايف ان هو مظلوم وانه بيحصل كذا. والله الناس هنا ناس بتوع شغل، هم اصلا مش فاضيين يعملوا يعني يحطوك في دماغهم اساسا يعني. انا البنت معايا في الشغل والله بتشتغل اكتر مني يعني. البنت بتبقى معايا بتروح رابطه شعرها كده، تعملها كحكه كده، وتخش على الحالات ايد من هنا وايد من هنا، بحس ان انا شغال مع لعيب كمال اجسام، مش شغال مع ممرضه. في مصر انت لو قلت لواحده تعالي ارفع معايا تعالي شدي معايا الحاله لفوق ولا ارفعي معايا الحاله، هتقول لك انت مش راجل. هم هنا بتوع شغل. فاللي يجي بالله عليكم، انت بتمثل بلدك، سيب بصمه حلوه في المكان قبل ما تمشي. انا سبت مكان قريب والله الناس ادوني شهاده خبره وكتبوا لي كلام حلو، وانا في اي وقت عايز ارجع المكان ده هيرجعوني فيه. اتعاملوا ان انتوا يعني مسافرين وسايبين بلدكم وكل حاجه عشان تسيبوا بصمه حلوه، تحققوا حاجه حلوه نفسكم فيها، وان شاء الله ربنا يكرمكم. بالنسبه بقى للمعادله، النصايح اللي انا اقدر اقولها لكم ان انتوا والله العظيم علاقتكم بالشخص اللي هيدربكم دي مهمه جدا، مهمه اكتر من المذاكره. المذاكره الحاجات اللي هتجيلك في المعادله ذاكرها من اولها لاخرها، وهو مش هيجيب لك حاجات بره المعادله. تمام، خليك ملتزم، علاقتك حلوه مع الناس، الحاجات دي بتفرق في الامتحان. ويعني بلاش حتى لو لا قدر الله كمان سقطوك، يعني لا قدر الله سقطت في المره الاولى، الشغب واعمال انتوا جايين عليا، انتوا عالم ظلمه، انتوا مش عارف ايه، مش هتساعدك للاسف. يعني ممكن يسقطوك كمان مره. فحاول تتعامل بذكاء، ومحدش هيفيدك والله لو سقطت. يعني حتى انا وانا بعمل لك الفيديو ده انا مش هفيدك. صاحبك اللي قاعد يكرهك في المكان ويقول لك المكان وحش والناس دول ظلمه مش هينفعك لما تصعد في المعادله مرتين. لما تصعد مرتين انت لازم تعمل اوسبيلدوم 3 سنين. يعني بدل لما كنت تبقى واحد دلوقتي بتشتغل وبتاخد مرتب وزيك زي الالماني، محتاج تبتدي من الصفر. فخلي بالكم بالله عليكم، وربنا ييسر لكم كلكم، ويا رب ما اكونش دم تقيل عليكم في الفيديو. انا عارف الفيديو محبط وفي كلام كتير متعب، بس ده واقع. واقع يعني انا مش عايز اتجمل، بقينا عايشين. فربنا يهدي الجميع.